السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا مطبخ جديد، المطبخ دوت في منطقة الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة. صراحة والله مش عارف اقول ايه بجد، يعني باشمهندس تعب معانا بجد، وما كنتش اتوقع بان يطلع الشغل ده بالجمال وبالحلاوة وبالطعمة دي. يعني بجد يعني تسلم ايديه بجد والناس اللي معاه. دي أهم حاجة بقى في المطبخ، وقفة المطبخ. واقف مرتاح، سواء واقف على الحوض أنا واقف مرتاح، سواء واقف على الغسالة أنا هبقى واقف مرتاح، سواء أنا واقف على البوتاجاز واقف مرتاح، سواء أنا واقف هنا بحضر أو برص حاجة على البور. أهم حاجة هي دي اللي احنا بنراعيها في كل المطابخ، إن أنا وقفة مطبخي تبقى مرتاح فيه. معظم المطابخ في الإسكان الاجتماعي ما بتبقاش بنفس التفصيلة دي، بس المطبخ ده بالنسبة لنا كان تحدي بفضل الله. احنا قدرنا ننسقه ونوفق كل مكان فيه ونستغل فيه كل مساحة، وفي الآخر طلعناه بالشكل الجميل ده. طبعا زي ما احنا شايفين المطبخ ده مفتوح على ريسبشن، المطبخ ده بقى أمريكاني، فكان عملنا البار زي ما احنا شايفين. الديكور اللي معمول تحت في البار عامل ازاي، وفي نفس الوقت في الواجهة عاملين هنا النيش بحيث ان هو يخدم لي على شكل في الريسبشن، ويخدم كمان على السفره اللي هتبقى محطوطه هنا في الاول. كمان عندي الاجهزه بتاعت المطبخ ده كلها بلت ان. عندي الفرن 60 سم، عندي الديفريزر، ثلاجه اتحطت في المكان ده. عملنا هنا فوق الديفريزر عشان جه صغير شويه، فعملنا حساب الميكرويف فوقيه بحيث ان هو يبقى على مستوى الوقفه. وجينا هنا تحت العمود ده عملنا دولاب نظافه زي ما احنا شايفين، ماشي معايا حاجه النظافه كلها وواسع جدا. ممكن كمان احط فيه مكنسه لو انا حابب. جينا هنا بقى في التفاصيل الصغيره واللي كانت بالنسبه لنا تحدي كبير في المطبخ. هنا في غساله محطوطه جوه في اوتوماتيك، ودخلنا المطبخ من بعدها. عملنا هنا وحده صغيره هنا للانبوبه عشان تغذي البوتاجاز قبل ما الغاز يركب. وهنا في الحوض، طبعا الحوض زي ما احنا شايفين. تعالى كده، الحوض معمول انجليزي من تحت، الحله متسقطه من تحت، معمول لها قاعده رخام من تحت خالص وراكبه، والرخام كمان راكب فوقيها. عاملين طبعا فتحات الفلتر لان الحله دي من غير فتحات. وفوق الحوض عملنا المطبخيه بتاعتنا، وهنا عملنا وحده تخزين زي ما احنا شايفين. هنا فوق البوتاجاز طبعا ما نسيناش نعمل فلتر نعمل حسابه والمستوى بتاعه علشان الضمان والكلام ده كله. برضه استغلينا فوقيه وحدات تخزين دورين. وهنا عملنا الرف الكبير ده علشان يشيل معاه الاجهزه الكهربائيه والحاجات دي كلها. وهنا تحت العمود استغليناها قطعه ديكوريه مكمله معايا الشكل بالليد اللي على العمود. وطبعا عشان نعمل تربو البصل، عندي هنا تربو، وعندي زوجين معالق صغيرين زي ما انتم شايفين. كل ده سوفت كلوز. وعندي هنا في الكورنر دي عاملين مساحه تخزين مهوله زي ما احنا شايفين كده. مساحه تخزين تاخد معايا كل الحله الكبيره. وتحت هنا عملنا طبعا الكنترول اللي احنا بنعمله دايما من خشب او من اي ماتيريال مطبخ، سواء كان متاع او خشب. هنا برضو وحدات تخزين، هنا لسه الوصلات دي هتكمل. وهنا في الجنب برضو عملنا وحده رفين. وزي ما انا شايف انا برضو الوقفه عندي دي اهم حاجه بقى في المطبخ. وقفه المطبخ واقف مرتاح، سواء واقف على الحوض انا واقف مرتاح، سواء واقف على الغساله انا هبقى واقف مرتاح، سواء انا واقف على البوتاجاز واقف مرتاح، سواء انا واقف هنا بحضر او برص حاجه على البور. اهم حاجه هي دي اللي احنا بنراعيها في كل المطابخ، ان انا وقفه مطبخي تبقى مرتاح فيه. انا دلوقتي هنا في المطبخ انا مرتاح في كل منطقه في المطبخ، وانا بستخدم كل جهاز. بستخدم الثلاجه، بستخدم الديفريزر، الفرن، حتى الميكروويف، لو الغساله اللي جوه خالص في الاخر زي ما احنا شايفين. كل الوقفه دي انا واقف مرتاح فيه، بحيث فاحنا بفضل الله قدرنا ان احنا ننسق المطبخ ونظبطه ونخليه مريح جدا في الاستخدام. وكمان زي ما احنا شايفين الشياكه والعظمه اللي طلع فيها المطبخ في الاخر. معانا بقى ابو عمر يقول لنا بقى رايه في المطبخ ايه والشغل اللي اتعمل. الصراحة والله مش عارف اقول ايه بجد، يعني باشمهندس تعب معانا بجد وكل حاجة. صراحة انا صراحة انا من يعني صراحة انا اتحملني كتير، يعني كل ملحوظة كل حاجة. صراحة الراجل ما تأخرش بجد بجد، وما كنتش اتوقع بان يطلع الشغل ده بالجمال وبالحلاوة وبالطعمة دي. يعني بجد يعني تسلم ايديه بجد والناس اللي معاه. صراحة دي يعني ده اقل كلمة اقولها في حقه وفي حق الناس اللي معاه. تسلم ايديكم بجد والله، تسلم ايديك يا باشمهندس حبيبي. بس كده، ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب. اشوفكم في المطبخ الجاي. سلام.